وانت موجود في المانيا فانت المطعم ده كنز كبير ليك، بالذات لو انت موجود في ولايه النورد راين. مطعم عربي وبيقدم اوبن بوفيه. يلا بينا نشوف قدموا ايه، وهقول لك السعر الفرد في الاوبن بوفيه كام في اخر الفيديو. كمل معايا الفيديو. تيجي تاخد الطبق من هنا وبعد كده بتتعامل بقى بالحاجه دي. هنا مقطع لك شاورما عربي كده وسيخ الشاورما اهوت، وبيقطع لك شاورما عربي كده علشان ايه تاخد اللي انت عايزه. طبعا السلطات بانواعها، كل جميع انواع السلطات العربي والتبوله والمفتوشه والحاجات دي. طبعا عاملين جزء للبيتزات هنا كده برضو، جزء للبيتزات، انواع سلطات وشرب. الشوربه بقى بانواعها. اللحوم طبعا في لحوم، ده لحم البرجر، كفته، وهنا الفراخ بالبطاطس، وهنا لحمه بارده للناس اللي بتحب اللحمه البارده برضو، وهنا الفراخ الكريسبي والبطاطس، فراخ المشويه. باقي الاكل بقى طبعا انت بتمشي بتاخد الطبق بتاعك كده وتمشي. مخبوزات والحلويات، جزء المخبوزات والحلويات بجميع انواعها برضو، السوريه والتركيه. طبعا الفاكهه زي ما انت شايف في جميع انواع الفاكهه برضو هنا. الناس كلها شغاله والناس كلها كويسه خالص. طبعا حرفنا الاكل زي ما انتم شايفين، ولحمه فراخ. جبت بقى شويه حاجات وبطاطس كده والستريبس عشان بحبه. صوصات طبعا، شويه رز. طبعا انا ومحمد صديقي حنشنا على الدنيا، الفراخ المشويه والدنيا دي، حلويات. طبعا الطبق ده بيبقى فيه شاورما كمان زي ما قلت لكم. بس اهم حاجه تحافظ على الاكل وتحافظ على كميات الاكل، ومفيش اكل يترمي. اكتب لي في الكومنتات لو كنت تعرف ان في حاجه في المانيا زي ديت ولا لا، ولو ما تعرفش فاكتب لي في الكومنتات هتجربها ولا لا. نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ثمن الفرد هنا علشان تدخل تاكل الاكل ده كله ب 15 يورو الفرد.